حتى القلم ما عاجبه الحال. القلم اتكسر لسه جايبك يا اخي. قلم ايه يا عم؟ سيب القلم ده. القلم اتكسر لسه جايبه بقول لك. سيبه خليك معايا يا احمد. ايه اللي حصل؟ بقول لك صاحبتي اللي قلت لك ان هي بتجهز وهتتجوز نزلت تشوف الاجهزه الكهربائيه. وانا اشيل هم صاحبتك انا يا بنتي؟ انا ناقص مرار. مالها صاحبتك ايه؟ ما تنسى تشتري، الدنيا مولعه. قولها هقعد على حيلك. ما هي لازم تشتري. يعني ايه تقعد؟ ما هي لازم تجيب، مش هتجهز. لا لا، قولها هقعد. دلوقتي ما حدش بيتجوز، دلوقتي كله قاعد في البيوت، دلوقتي كله قاعد عشان ما حدش لاقي اكل ياكله حتى. استنى اسمع. لما نزلت وعرفت الاسعار، امم التلاجة ب40,000. تلاش ليه ب 40,000؟ التلاجة العادية تلاجة. ليه ياما بتبرد مشاعرها هيك التلاجة ولا بتشيل اسرارها فيها؟ قالوا لها قلب ديجيتال، قالوا حاجة جديدة والباب بتاعها شفاف ازاز قلب يكشف اللي جوه التلاجة. طب ومالها بذمتك التلاجة الايديال اللي احنا كنا بنجيبها ديت، اللي فيها الفريزر من فوق بتعمل زي نظام الواح تلج من جوه؟ اه شفتيها وعارفاها انت عارفاها صح؟ طبعا، جميلة. الواحد كانت ايدي تتهرس في الباب ويقول لك حط ايديك في التلج. طب انا الاقي لها تلج منين انا دي؟ ام 40,000 دي. وكمان البوتاجاز ابو 30,000. ب 30,000 جنيه البوتاجاز؟ البوتاجاز ب30,000. ليه ان شاء الله؟ مش عارفة هتطبخ عليه ايه الهانم. لا لا عظيم يا رب. ابو عيون زرقاء وابو عيون مش عارف ايه والكلام ده كله. اه ما هي بتسمع الكلام تبقى ده. الواحده معمصه وتقول لك هات لي ابو عيون زرقاء. طب انت ناقصاك مرار انت. ماله بتاع المصانع؟ مش عارفة. البوتاجاز بتاع المصانع بتاع امي وامك بتاع زمان ده. اه عارفاه. ده كان حته بوتاجاز تاخد منه اللسعه في الفرن بتكيفك. تفتح كده وتولع بالكبريت. فين الكلام ده؟ مفيش كبريت دلوقتي، كله شحال زيت جاله وبتاع. فين المتعه؟ راحت المتعه بتاعت اللسعه بتاعت الكبريت لما تولع الفرن. بقول لك دي الغسالة يا احمد ب25,000. غساله 25 ايه؟ غسالة. ليه كان استحمى جواه الغساله؟ مش عارفة ايه ده. الغساله 25,000 جنيه. 25,000 الغسالة؟ ده يرضي ربنا. انت عارفه انا كنت بقعد من المدرسه اليوم اللي كانت بتغسل فيه امي. ليه؟ بقعد اندمج مع الغساله بتدي اصوات الدور مي فا صول لا سي، اللي هي الغساله اللي عامله زي النافوره بتطلع ايه؟ بتطلع ميه من كل ناحيه. اه عارفاها؟ عارفاها. كنت ابقى قاعد في الصاله ورجعت جايه من المطبخ الغساله طلع لي في الصاله. خدي رايحه فين؟ غساله عادي يعني. انت بتبقي قاعده في متعه. شكل الغساله وهي بتطلع النافوره كانك قاعده على الكورنيش. وفاكر يا احمد الغسالة لما كانت بتكهرب على طول؟ يا ماما انت الغساله اللي انا بكلمك عليها دي لازم تاخدي فرطه وانت بتقفليها، يا تاخدي لدعه منها محترمه. انا ياما اتلدعت فيها. والهانم اللي عايزة تشتري لي غسالة اطباق. عايزه تشتري غساله اطباق؟ اه. راحت المتعه بتاعت الرومانسيه. الواحده لما بتخش تغسل المواعين ويجي جوزها مثلا يشاكل فيها ويهزر معاها والكلام ده كله، وهي بتغسل المواعين ايديها فيها صابون، تيجي الصابونه في عينه، فاهمه انت؟ فين الدور الرومانسيه؟ راحت خلاص. هي مسحت روح الرومانسيه في الكلام لما تحط الاطباق في الميه جلوه. طب فين؟ مفيش رومانسيه خلاص، راحت يا ماما. جوزك مش هيخش عليك المطبخ خلاص. لا وكمان الديب فريزر. ماله الفريزر؟ من كتر اكلها قوي جايبه ديب فريزر الهانم. هم عندهم اكل في الثلاجه؟ طب دي الناس مش لاقيه تاكل، هتحفظ ايه في الديب فريزر؟ هتسيبه فاضي. الله العظيم. اهم حاجه بس انها تجيب ديب فريزر. عندها ديب فريزر في البيت. لما الثلاجه فاضيه، الثلاجه اللي جوه فاضيه، هنحط ايه في الديب فريزر؟ هنجيب كلاب نقطعها نحطها في الديب فريزر؟ واسعار الشاشات بقت نار. مالها الشاشات؟ ما هي عايزه تجيب شاشه برضه. يا بنتي اي شاشه هتجيب شاشه صغيره خلاص، يعني ايه المشكله يعني؟ قلت لها شاشه صغيره، دي عايزه تجيبها 65 بوصه يا ليه مركبه قعر كوبايه ياك في وشها؟ مش عارفه، ده افترا. الله العظيم. تقول لي قد كيرفي. كيرفي؟ اه. هي عندها فلات فوت في رجلها ولا ايه؟ واشترت حاجه تاني كده ولا خلص توليه في ايامها اللي يعلم بالله ربنا؟ لا لسه فاضل لها العجان. عجان ايه؟ عجان بالكهرباء. يا بنتي عجان ايه؟ هي كاتعه مش عارفه تعجن. هي عايزه تشتريه. الله العظيم. الله يرحم ستي يا بنتي. وامي كانت لما تقعد تعجن العجينه يا وستي وينزلوا فيه كده كانت بتطلع دراعها ده قد كده. عارفه الجماعه بتوع الحديد الباي يعملوا كده ويشيلوا ويحطوا ويعملوا لياقه. مفيش الكلام ده. لكن دلوقتي يا اختي الواحده دلوقتي تحط لك الدقيق جل وبيض ومش عارف ايه، يطلع لها عجين من تحت وخلاص. مفيش تعب. طب روحوا والنبي. بص انا عايز الحم القلم ده وسيبيني في حالي والنبي، مش ناقصك انت وصاحبتك.